وجاء إسقاط بن علي بن علي اليوم. لم يعلن عن ذلك رسميا، لكن أستطيع أن أؤكد لكم الخبر، وأستطيع أن أضيف في الخبر أن ما يعرف بلا باساسيون دو كونسين، ما يعرف بال اللي يخلفه، اللي راح يخلف بن علي بن علي، يعني الاحتفال بين قوسين ب رحيل بن علي بن علي واستبداله، لأن اللي جاء بعده هو الطاهر عياد، وذاك راح نتكلموا عليه، راح يتم يوم السبت القادم. درك إلا مش يسمعوني ممكن يغيروا التاريخ، لكن هذا هو اللي راه مرتب. وبالتالي يوم السبت سترون هذه أن الطاهر عياد الشخص الثاني رئيس هيئة أركان الحرس الجمهوري يخلف بن علي بن علي. الطاهر عياد من المقربين من شنقريحة، من الأشخاص اللي شنقريحة عاود استرجعهم بعد ما كانوا أطاحوا به، وأعاده إلى الحرس الجمهوري، وعاده، راهو الحال بارد جدا هنا فاعذروني، يعني عاده إلى الحرس الجمهوري، ومش فقط عاده، في الحقيقة أطاح بالشخصيات اللي كانت قريبة، مثل حليلو بن حليلو مثلا، هذا اللي كان هو الشيف كابيني، وكان هو شخص مقرب جدا من علي بن علي، أطاح به شنقريحة في الصيف الماضي، وأطاح بآخرين، بمعنى أنه قصقص كل الأجنحة تاع بن علي بن علي، ولت القضية قضية وقت متى يطيح به، مش فقط لأنه يريد يتخلص من واحد أقدم منه في المنصب، ومش فقط لأنه بيناتهم كراهية شديدة وخصومة كبيرة، ومش فقط هذا كله اللي خلى بن شنقريحة يسارع إلى الإطاحة به، ولكن لأنه أيضا يريد أن يضع يده على أهم منصبين ما همش تحت يده، الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي. لأن الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي إداريا يتبع وزارة الدفاع، عمليا يتبع رئاسة الجمهورية، وفي رئاسة الجمهورية هناك مجموعة من كبار الجنرالات اللي عندهم انزعاج من شنقريحة، واللي هم أقرب إلى بن علي بن علي، وفيهم بعض الجنرالات الكبار، يعني ما هيش لعب. وشنقريحة دائما عنده خوف أنه يجي يوم يكون في زيارة لتمراست ولا البشار ولا حتى للخارج، ويصدر قرار موقع باسم الرئيس تبون، يصدروه الجنرالات اللي في الرئاسة خصومه ويطيحوا به، فهذه دائما تشكل له رعب، وراح تبقى تشكل له رعب على كل حال. لكن كلما أحكم سيطرته على الوضع، كلما ضعف هذا الاحتمال، لأنه الآن عندما يضع الطاهر عياد في رئاسة الجمهورية، أول في رئاسة الحرس الجمهوري، هل سيعطيه معها دي جي اس بي بي الأمن الرئاسي؟ محتمل جدا أنه طاهر عياد الشخص الوفي والقريب من شنقريحة يصبح هو الخليفة لبن علي بن علي بالمنصبين. محتمل أنه يسرى يقول لك لا، خلينا نفصل المنصبين، بغض النظر سواء فصلهم أو ما فصلهمش، شنقريحة بهذه بالإطاحة بن علي بن علي يضع يده على مزيد من السلطة. قبل شهرين أو 3 كان طرح لي واحد من الأفاضل سؤال، وقال لي كون جي توزعها بالنسبة مئوية، كيفاش توزع السلطة في الجزائر؟ لأن احنا نعرفوا أن فيها 3 أطراف رئيسية، فيها رئاسة الجمهورية، فيها المخابرات، وفيها قيادة الأركان. لو نجي الآن، يعني أنا ذاك قبل 3 أشهر أو 4 أشهر قلت أنها الآن في حدود 50% لرئاسة الأركان، لهيئة الأركان لشنقريحة يعني، وحوالي 30% لجماعة تبون، و20% للمخابرات، خاصة بعد الإطاحة بجبار مهنا. والآن أستطيع أن أقول أن شنقريحة أضاف لل50%، أضاف لها واحد 15% أخرى، ويصبح الآن عنده ثلثي السلطة في البلاد، حوالي 65%، والبقية 35% تقدر تقسمها مناصفة بين المخابرات ورئاسة الجمهورية، جناح تبون من جهة وجناح الدي ار اس من جهة أخرى. لماذا؟ لأنه اليوم سيطر على هذا المنصبين الرئيسيين اللي هما مسلحين في العاصمة. موجود شوية سلاح تابع لهيئة الأركان ولي
القوات البرية والقوات الخاصة في رئاسة الجمهورية ولا في قيادة الأركان، ولكنه مش كثير. بوضعوا يده يعني السلاح اللي كله القوات المسلحة اللي في العاصمة، لأن ما يقدرش يحدث انقلاب أو إطاحة برئيس، أو مثل ما فعل القايد صالح مثلا الإطاحة بوتفليقة، لو ما كانش مسيطر وكانت القوات اللي في العاصمة كانت تأتمر بأوامره.